السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أسعد يوم في حياتي. ده كان يوم وفاة الشيخ الشعراوي، واللي قال الكلام ده الكاتب الصحفي مفيد فوزي. مفيد فوزي اللي بعد وفاته وبعد ما حطوا جثمانه في النعش، حاولوا يدخلوا النعش في القبر، إلا إن النعش أو القبر رفض دخول جثمان مفيد فوزي. وده بسبب الكلام والتصريحات الخطيرة اللي قالها عن فضيلة الإمام الأكبر محمد متولي الشعراوي. هنجيب لحضراتكم النهاردة تفاصيل ما حدث بين الإمام الأكبر وما بين كمان الكاتب الصحفي مفيد فوزي، وليه القبر رفض دخول جثمان مفيد فوزي بالنعش اللي كان موجود فيه، وعملوا إيه علشان يدخلوا النعش. هنجيب لحضراتكم كل التفاصيل الكاملة، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. بيقال إن بعد وفاة الشيخ الشعراوي، يوم وفاته تحديدا، طلع مفيد فوزي وبدأ يتكلم بطريقة مش كويسة عن الإمام الأكبر، وقال إن النهاردة أسعد يوم في حياة مفيد فوزي. قال كده نصا: النهاردة أسعد يوم في حياتي، وده يوم وفاة الشيخ الشعراوي. وكأنه كان في عداوة كبيرة ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي، على الرغم إن الشعراوي ما كانش بيكن أو ما كانش في قلبه أي ضغينة من ناحية مفيد فوزي، وعمل معاه لقاءات صحفية، وكانت كلها لقاءات عادية جدا ما فيهاش أي عداوة ولا بغضاء ولا أي حاجة. ولكن هنا يوم وفاة الشيخ الشعراوي ظهرت العداوة والبغضاء، وظهرت الكراهية الحقيقية من الكاتب الصحفي مفيد فوزي لفضيلة الإمام الأكبر محمد متولي الشعراوي. طبعا كلنا كمسلمين وكعرب محبين لفضيلة الإمام الأكبر محمد متولي الشعراوي فضلنا فاكرين الكلام ده كله لحد ما توفى الكاتب الصحفي مفيد فوزي. وسبحان الله جت رسالة وقصة وعبرة فعلا من وفاته، علشان تؤكد لينا إن ربنا يمهل ولا يهمل. يوم وفاة مفيد فوزي بعد ما حطوا الجثمان بتاعه في النعش وبيحاولوا يدخلوا النعش في المكان اللي هيدفن فيه، إلا إن المكان ده رفض دخول تماما مفيد فوزي أو جثمانه في القبر. طبعا وكأن دي رسالة بتقول لنا إن الشخص ده غلط في رمز من رموز الدين الإسلامي، وأهان الرمز ده اللي هو فضيلة الإمام الأكبر محمد متولي الشعراوي، ووصفه بأنه كان سبب في دخول الإرهاب والتطرف لمصر، وكان سبب في إن الفنانات ينقلبوا على الفن، ومش بس كده كمان يرتدوا الحجاب ويبعدوا عن هذا الفن، وكأن دي حاجة عيب أو حاجة حرام، وكأن الإمام الأكبر محمد متولي الشعراوي أذنب أو عمل حاجة غلط، إنه خلى الفنانات ربنا يهديهم ويرتدوا الحجاب ويبعدوا عن الفن بشكل نهائي. طبعا الكلام ده ما كانش عاجب الكاتب الصحفي مفيد فوزي، فأهان الشعراوي. وطبعا سبحان الله بعد وفاته شفنا زي ما حضراتكم شايفين كده بالفيديو، فيديو مسرب ده على فكرة لحظة دفنه، والفيديو ده كانوا مش عاوزينه ينتشر، إلا إنه يعني سبحان الله ربنا قادر على كل شيء، وقادر فعلا إن هو يبعت لنا رسالة وقصة وعبرة من أي حاجة بتحصل حوالينا. وطبعا مفيد فوزي توفي عن عمر ناهز 89 عام بعد صراع مع المرض، وتحديدا كان عنده مشكلة في المرارة، وكان بيركب دعامات في القنوات المرارية، وكان عنده كسر في المفصل في ذراعه الأيمن. وطبعا يعني هو له ما له وعليه ما عليه. أظن إن هو ما عملش يعني حاجات كويسة بقدر ما قال تصريحات كتيرة أغضبت عليه الشعب المصري وأغلب الشعوب العربية. طبعا غلطوا في الشيخ الشعراوي، والإهانة اللي تسببت منه للشيخ الشعراوي دي حاجة كبيرة وكانت سقطة كبيرة في حياته. إلا إنه لحظة وفاته سبحان الله كان فيها قصة وعبرة وآية لكل الناس، يعني اللي دايما بتغلط في الدين الإسلامي أو اللي دايما بتهين رموز الدين الإسلامي. أتمنى تكون الرسالة وصلت لحضراتكم. وطبعا في دكتور شهير كتب على السوشيال ميديا: ماذا لك عند الله يا شعراوي؟ القبر يلفظ جثمان مفيد فوزي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي كانت أبرز الحاجات اللي معانا النهاردة. منتظر آراء حضراتكم
حضراتكم وشايفين فعلا الفيديو ده فيه قصة وعبرة وآية، ولا ده مجرد خرافات ومجرد ترهلات زي ما في ناس بتقول على السوشيال ميديا. بشكر حضراتكم جدا، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد أول بأول. شكرا ليكم، سلام.